بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. رب يسوع، ممكن مع بداية سنة جديدة تسمح لي أتكلم معاك وأجدد عهودي ووعودي معاك ونبتدي بداية جديدة. أنت قلت زيدوا سنة على سنة لتدر الأعياد. هي عدت سنة وجت سنة، ممكن تجعلها يا رب سنة أفراح وأعياد. رب يسوع الحبيب، لن أكون للعالم بعد اليوم، أكون لك أنت وحدك. أهتف مع سفر القضاة: أنا للرب. لن يسودني العالم بمفاهيمه، هرجع للإنجيل. امنحني إني أخضع لناموسك ونظامك، التسامح بالطهارة والحكمة. هرفض ما هو سائد، مش هكون ألعوبة تاني في يد الشيطان. اديني أكون ضد العالم زي قديسك أثناسيوس، خصوصا أنت قلت ثقوا أنا قد غلبت العالم. أنت قلت يا سيدي القدوس: لو كنت من العالم لكان العالم يحب خاصته، ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم، لذلك يبغضكم العالم. أكون بنعمتك في العالم، لكن مش هحب مجد الباطل أو شهوات المخزية تاني. اديني أتبع قول الإنجيل: لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. العالم يمضي وشهوته. أنا عرفت يا رب من كلامك المقدس إن محبة العالم عداوة لله. هكون بيك نور للعالم وملح للأرض. مش هتخلى عن مسؤولياتي تجاه الناس، لكن لن أتشبه بهم. أنت قلت لا تشاكلوا هذا الدهر، بل هكون بنعمتك ومساندتك بلا عيب وسط جيل معوج وملتوي، تضيئون بينهم كأنوار في العالم. سأحقق قصدك فيه، هفرح قلبك وأروي عطشك. مش هديك تاني خل ومرار، لكن توبة وطهارة وطاعة. يا رب يسوع، نفسي أكون ليك. يا رب يسوع، لو تحرك قلوب الشباب إخواتي عشان يكونوا بالحق شهود ليك. نكون معا شهود لصدق الإنجيل بالعمل مش بالكلام، شهود لإمكانية إن احنا نعيش بالطهارة وسط عالم مليء بالإباحية والنجاسة، شهود لإمكانية العيش بالحب الطاهر والتسامح وسط عالم مليء بالبغضة والكراهية والحقد والتصارع الرديء، شهود لإمكانية إن احنا نعيش بالإيمان وسط عالم لا يؤمن بالله بل يؤمن بالمال والقوة والذكاء والعلاقات، شهود لإمكانية العيش بحق الإنجيل وسط عالم لا يقدر الإنجيل ولا مبادئ الإنجيل ويعتبرها من مخلفات عصور قديمة. رب يسوع، أرجوك اجعلها سنة التجديد في كل شيء والتكريس بكل شيء، قلب، الفكر، الجسد وكل طاقتي. لك عهدي وحبي يا رب يسوع الغالي. آمين.